لوجت عليها في النساء الكل، وما زلت نلوج عليها توا مع خطيبتي. عسلامة. حكاية جديدة فيها هو وهي، وحكاية راجل، وانتم عاد تحبوا حكايات الرجال اللي فيهم برشا صدق وبرشا إحساس. يقول في حكايته: شفتها بعد سنين. أنا راجل في عمر 33، شفت الحب الوحيد اللي عشته. شفتها من بعيد، ما كلمتهاش وما تجرأتش حتى باش نقرب منها. كانت تمشي معاها صغير تقضي. كي شفتها حسيت انه كأني مش نفس المرأة اللي سيبتها من سنين، مش نفس المرأة اللي عشت معاها برشا تفاصيل، اللي نعرف كل غزرة وكل ضحكة وكل إحساس. الحكاية ماهيش من وقت اللي شفتها، الحكاية عندها من قبل، سكنت فيا بالرغم أنا اللي غلط، أنا اللي بعدت. يمكن وقتها كنت أناني، صغر، ممكن وقتها زيدا عجبتني روحي ودارت الفلوس في ديا واستحليت الفساد، وهي صبرت لين قررت رحيل بدون عودة، ما تلفتتش وراها. أنا في مخي تعديت، في مخي عرفت بدل الطفلة 10. قدمت في حياتي، كنت بروفيسيونيل، لهيت روحي، عشت. فما حفرة الداخل ما تملتش. الأصعب إنه تو أنا خاطب طفلة باهية، طفلة نظيفة، طفلة تقدرني وتحترمني، وأنا زادة تعودت بها. أم فما حاجة ناقصة، فما حاجة ما فماش. وكنت مصبر روحي، كنت نقول ما تنسي طفلة كان طفلة، وما تنسي امرأة كان امرأة، وما ينسي حب كان حب آخر. بعد اللي شفتها زاد قوي إحساس الفراغ، التعب. علي حكيت حكايتي مش بشرط هي باش نلقى حل، لما حبيت نحكي على نوعية من إحساس متاع راجل، إحساس ما يتحكيش عليه برشا، اللي هو وقت اللي راجل يحب الحق ويحس روحه غلط، والمرأة هذيك تعديته ومشيت وما عادش ينجم يرجع لها، ومانيش أصلاً باش نحاول، خاطر كل واحد شد ثنية وهي ربي هناها. أما فما حفرة فيا الداخل قعدت ما براتش، ومانيش عارف كيفاش نقدم. لوجت عليها في النساء الكل، وما زلت نلوج عليها توا مع خطيبتي. أما شيء قلبي ما رامش ومانيش عارف شنو نعمل. هاني عايش والسلام. قليل وين نلقاو راجل يحكي حكاية كيما هكا، يحكي بالصدق هذا. ومتأكدة ماكش الوحيد، لا متأكدة ياما رجال دخلت في علاقة ورسمية وجوهم باهي، ولكن من داخل فما سر مدفون. احترمت فيك فكرة انك قلت مانيش باش نحاول اصلا نعاود نقرب منها حتى كان شفتها من بعيد، فقط عرفت روحك انت شنو تحس بالحق. شوف، الراجل جينيرالمون كي يخسر مرأة يحبها تتكسر فيه حاجة من داخل ويحاول باش يرجع، لكن وقت اللي فما الصد لازم يتعدى. المشكل وين؟ المشكل انتوما اغلبيتكم الرجال ماشي في بالكم اللي باش تنسى مرأة لازمك امرأة. لا، باش تنسى مرأة لازمك انت تعاود تبني من جديد وبعد تدخل في حياتك امرأة. نقول لك حاجة، انا متأكدة من احساس المرأة اللي مخطوبة ليك تو، اللي حاسة فما حاجة ناقصة، مهما كانت لهوتك بيها ومهما كنت انت معاها باهي، المرأة تعرف، صدقني، المرأة تعرف وقتاش بالحق هي مالية قلب اللي قدامها. شوف عايش خويا، نصيحة، انت ماك استعرفت بغلطك مع حب حياتك، قصة وتطويت، عندك حلين: يا تبرى على قاعدة وتقف على ساقيك وتتلفت للمرأة هذية اللي
خاطبها، والحمد لله خاطبين من الأول، ما زلتوا في البداية. أما إذا كان تحس روحك ماكش قادر تحب، خاطر الحب ماهوش بالسيف، خاطر الصدق في المشاعر أهم صدق. إذا كانك من داخل جاوب روحك، اسأل روحك وجاوب روحك، كانك بالحق ما تحبش المرأة هذية، بربي لا تكمل معاها، بربي لا تظلمها، بربي لا تبنيوا زواج وعائلة على مشاعر غير صادقة. عيش حزنك كما يلزم، ادفن العلاقة اللي تعديت، ادفن الحب هذاك باش تنجم تقف على ساقيك وتحب الحق من جديد. كان الساس خايق مستحيل البناية تكون صحية. يعيش خويا، نصيحة عليك، كون صادق مع روحك، مع مشاعرك ومع المرأة اللي قدامك. كان بالحق ما تحباش، ميسالش، اقطع العلاقة من توا وابني ذاتك من الأول جديد. و it's never too late، ولو 33 سنة مازلت صغير. اتعدى، في لو دوي، ادفن الحاجات والذكريات واطوي الصفحة. المرأة هذه ما تستاهلش، وانتي بيدك ما تستاهلش. قداش فما من الرجال، وصدقني يحكيوا لي حكاياتهم في هو وهي تعساء لأنهم بناوا زواج وعائلة وصغار على وهم حب، مش قصة حب. أنا هذا رأي، وانتي اللي لك منك. كانت هذه هو وهي، والحديث بقي.